محمد، اسماعيل ياسين لما عرضوا عليك الدور بالشحرورة كيف كان؟ يعني وافقت دغري ولا أخذت وقتك بالتفكير؟ قلت هرجع جاوبكم، يعني هذه شخصية واقعية، قبلت الدور على طول ولا أخذت وقتك؟ لا، هو أنا بحب اسماعيل ياسين جدا. تحبه؟ جدا. وفي مصر بغني له حفلات مع فرقة اسمها أيامنا الحلوة مع مايسترو محمد عثمان. فأنا كان نفسي أعمل اسماعيل ياسين. فلما اتعرض عليا الدور والورق كان مكتوب حلو والدور مكتوب حلو، انا على طول وافقت في ساعتها يعني. دغري ما فكرت فيه على طول. ومن الناحيه الماديه بقى؟ الماديه لا، يعني هو انت لما بتلاقي حاجه حلوه انت نفسك تعملها وفجاه بتجيلك، يعني انت بتدور عليها وهي بتجيلك. لما قالوا لك محمد دغري انه انت رح تكون بمحمد ياسين الدور، عملت ايه؟ اي حركه بتمك كيف يعني؟ هيك حركه محمد. هو انا ضحكت كده فقال لي خلاص هو انت اسماعيل ياسين، يعني مجرد انه شاف بقي مبتسم والضحكه دي فقال لي خلاص اوكي يعني تمام. انت عاده مبتسم بحياتك العاديه كمان هيك على طول؟ وجه بشوش يعني؟ الحمد لله. تنزعج لما يعيطوا لك مثلا بيبرس او سمعه؟ لا تنزعج ولا لا خالص، بالعكس ده انا ببقى مبسوط لان الناس يعني حبت الشخصيه فبتنده لي باسم الشخصيه. كيف محمد ممكن انك تستفيد من شخصيه اسماعيل ياسين؟ كيف ممكن تستفيد منها؟ هو يعني الصبر والاجتهاد، وان هو في دماغه النجاح وبيجري وراه وبيسعى وراه وبيحققه فعلا. فده مهم جدا لاي حد في اي مجال، يعني ان هو يجتهد جدا وتعبه ده عمره ما بيكون في الارض، بالعكس هو بيجي له وقت على طول معنويات عاليه. جدا. بيغني على طول. اذا غنيت لنا مثل اسماعيل ياسين ازاي يغني؟ يعني مثلا في اغنيه اسمها اصلي مؤدب. اصلي مؤدب. نعم. تقول له ايه؟ ألف قضية وألف رزية يوماتي يقولي من أحبابي ومن أصحابي واللي جابوني له عشان إيه؟ أصلي مؤدب يوم 30 في الشهر تصور، يبقى أنا حالتي جنسها إيه؟ أتعب وأشقى وأفضل أدور على شيلين أتعشى أبويا بيه. بعد ما الساعي ومد دراعي ألقى صديق بحبوح يديني ههبت مشى رايحة أتعشى ألتقي واحد مستنيني يشتكي حاله وبؤس عياله ويمثل لي روايته بشكل يلهف مني غصب عني شيلني وبات أنا من غير أكل ليه عشان إيه ودي له ليه أصلي مؤدب. مؤدب وموهوب كمان. من عند سمعة ننتقل لعند ايزو. شو صار معك مرة زينة لما كنت رحتي على المستشفى؟ صار معك حادث بالسيارة، رحتي على المستشفى ايه وتلاقى فيك احد المعجبين، بقى كيف تصرف معي؟ اكيد فيها هيدا بلا مزح، انه طلعت عامله اكسيدان كلنا دم ما بعرف شو، بقى بوصل انه خلص هون ما فيش ايزو صح، المفروض تكون زينة على الاخر. بقى الممرض هونيك بشوفني هيك مش ايزو، عرفتي كيف هيك بعمل كيف شنيكا مروحه كتفها وعليها يعني بقى هيك في مطاعم بتصير تقول لا يعني والله مني ايزو مني. بتحب تتعبي من الموضوع اوقات؟ لا مش انه بتعب، مثل ما قال بالعكس بننبسط انه العالم بالنهايه حبوا هالشخصيه وهيك، بس كمان في حدود يعني، عرفت انه في بمطرح في حدود يعني. ايه بس سيبوا صحيتها. مازن، اذا حكينا عن شخصيه مثل ما عم بيحكوها محمد وزينة، شخصيه عشتها بالتمثيل وبالواقع، ايها؟ ما بدي اقول لك كازانوفا. كازانوفا اذا عايشه كوارث يعني مشكله نيكول اكيد. لا بس انا عاده بفصل بين الحياه الخاصه اكيد واي شخصيه بلعبها، بس بحس حالي عايشه على السات، بحس حالي هيك في لذه باداء الشخصيه اذا كنت انا حاسس فيها مزبوط. بتعيش عليه في ورود ممزقه شوي، انا هيك انا بحب شوي هيك التسلط، فاخذتها شوي هيك بالحياه. شويه تسلط ولا شويه تسلط، شويه صريخ، شويه عياط بالبيت، مش الحال. كنا اول ما مزوجين. هلا شو قالوا؟ هلا ايه خلص. على كل حال كنا شفنا ببدايه الحلقه نيكول سابا كيف كانت عم تبيع اوراق للوتو. بعد الاعلان رح نستقبل ضيفه لما تطلع بيصيروا كل اللي بيشوفوها عم بيقطعوا لوتو ياخذوا اوراق لوتو، اذا مش التنين الخميس. بعد الاعلان بنتابع احنا وياكم احلى جلسه. عودين احنا وياكم لاحلى جلسه مع محمد فهيم، مازن معظم، زينة دكاش ونيكول سابا.
نيكول بدي اسالك صحيح انه اوقات واحد بيرتكب هيك مثل هفوه لحتى يعمل فلوس او مصاري، لانه عرفنا انه بمسلسل الكوميديا اللي كنت فيه انت وهاني رمزي عصابه بابا وماما تحول لجريمه حقيقيه؟ كيف يعني؟ يعني صار قد ما شافوه ناس راحوا يقلدوا، يعني يمكن انتم واحد ومرته راحوا على يعني يعيشوا بسوق مفروشات هيك لا مش سوق مفروشات، صار في شغله عندكم سرقوا محل مجوهرات. من بعدين لما بيصيروا حراميه وبيصيروا يسرقوا في ناس بتقل انه بتفكر يمكن، بس ما وصلت لي، يعني ما بدنا نكون نحن سبب باي بس انا بدي اقول لك شغله صغيره بس نيكول، انه اليوم بالنسبه لهالموضوع صار بالمسلسل انتم محل مجوهرات يلي كنا رحنا سرقنا، رحتوا سرقتوا المحل مجوهرات، حضروا ناس مره واثنين وثلاثه واربعه، اخر شيء راحوا مزبوط سرقوا. هلا عم خبرك اياها. عن جد عم تحكي؟ ايه لا كتبوه حطوه على الانترنت. طب بدي نصيبه، ما انا كنت سبب بالفكره. بدها نصيبه. لا انا شفت الخبريه. ذكيه البنت، فكره عظيمه. فكره عظيمه. انا وين زينب هالموضوع؟ انت اللي خبرتها في كوميسيون صغيره. انا في كوميسيون بيطلع لي؟ ما عرفت انه صار هيك مع عصابه بابا وماما. لا ابدا، نحن عايشه بسوق المفروشات، لانه بالاول بنكون عايشين نشتغل بجاليري، فانا ما عندنا بيت، بنقرر نعيش بقلب الجاليري، فبلبس مثلا شميز دو نوي مثلا عليها الاتيكيت. حلو. عرفتي عايشين بالجاليري، نحن ما عملوا هيك، تلاقي عايشين يعني بعد حلو يعملوا هيك، يمكن احلى من السرقه. ايه رح نسابق بهالوقت ضيفتنا يلي على طول معيشتنا بحاله تشويق، واوقات ممكن انه الواحد معه بالبرنامج يطير فوق الريح بكلمه وحده، يا بيطير فوق الريح يا بيقطع عن هوا بيروت. بزقفه كثير كبيره مستقبل سنا نصر. سنا نصر خير؟ أي أصعب سنة أنه تقدمي اللوتو أو تربحي اللوتو؟ إذا ربحت اللوتو بحس ما بوقف، يعني ما بضاين، بعتقد إنه أقدم اللوتو شغلة كتير هينة بالنسبة لي. إيه ليش ما فينا نعمل اثنين، أربح وضل كمل عم بقدم؟ هلا خليني أربح وبعدين بفكر إذا بكمل أو لا. سنة على طول بشوف البرنامج انت عم تخزقي الوراق، ولا مره ربحتي هيك شوي بيردوا حقهم مثلا مثل ما بيقولوا. بيزعلوا مني بلاليفانيز دي جو انه ما تنقي. ربحت مره 8000 ليره انبسطت فيهم. حلوين كثير. شو عملتي فيهم؟ والله ما عرفتي كيف تكتسر فيهم. قبضتهم كاش. لا رحت اخذت الورقه وبروزتها وحطيتها بالاستوديو. سوفينير. طيب صار في حلقات كثير مقدمتيهم سنه من اللوتو، عاده اللي بيربحوا اللوتو يعني بعدين في تليفون بيحسبوا حسابك بشيء؟ ابدا. لا مرة هيك بصير. لا مرة بعد ما يربحوا اللوتو لا بس مرة توني خليني تمعكون يعني ظالمة. مرة شخص جاب قالب جاتوه عليه صورتي انبسطت فيه كثير، ومرة واحد جاب لي بوكيه زهور. ايه شو تقولي لهم كلمة وحدة إذا بدك تقولي لهم لهو؟ ميرسي. ما فيكم تحطوا شيء معهم كنتوا؟ إذا ربحتي الجائزة الكبرى سنة ممكن تتركي التقديم؟ لا أكيد لا. أنت بالإعلام والإذاعة لا أكيد لا. على الميلودي وعم تكوني على طول موجودة وحاضرة، ما بتتركي. دايما بفكر إنه شو بدي أعمل بهالجائزة إذا ربحتها، لأنه كل مرة أحلامك بتتغير، نص مليون شيء، مليونين شيء ثاني، 4 شيء ثالث. بس بحس إنه كل شيء بتعمله زيادة، يعني سيارتك بتكون هالقد بتصير هالقد، بيتك بيكون هالقد بيصير هالقد، يعني ما في شيء رح أعمله منه موجود عندي. بس إنه يمكن الموجود أكثر يلي هلا كلنا بنحكي فيه على الهوا، بس انه هو مزبوط البليزير انك تعطي، اذا كانوا مصرياتك هالقد بتعطي هالقد، واذا كانوا هالقد تعطي هالقد، وكل شيء بيكبر يعني. ايه هيدا الفرق، بس انه ما في مش رح تعمل شيء اكثر من اللي عم تعمله، ما رح البس كنستين بالشوب يعني. كل شيء بيكبر يا مازن؟ ايه طبعا، بس هو اللي بيكون الواحد منيح سألت مازن يعني. سألت مازن لأن سألتك عم تقول كل شيء إذا في مصاري بيكون هالقد بيصير هالقد. أنا سمعتك بس عملت حالي مش سمعتك. بصير مرتاح باله أكثر يعني. مع بتعرف نحن بلبنان كل يوم بنفكر ببكرة، إنه بكرة أنت بالتمثيل مأمن حالك تلاقي إنه أخذ حقك؟ أكيد لا. أكيد لا، كلنا مش اخذين حقنا، وكلنا بنفكر ببكره، وكلنا بنفكر انه لوين نحن رايحين وشو بدنا نعمل بالمستقبل، بس لما يكون الواحد معه مليونين 3 بصير مرتاح، ما بيشكو من شيء. نحن انا بعترف قدام كل المشاهدين حتى كان حلم انه معي مليونين 3. شايف شو عم تقول؟ بس لبناني. قلت لها قبل شوي صاروا مليونين، هلا عم اقول 3 4 بتقول لي ما لهم قيمه. ما لهم قيمه، عم تحكي عن اللبناني نيكول، كلنا بنحكي عن اللبناني حبيت
حبيت. طيب لكن احنا وياكم بما انه عم نحكي عن الجائزه الكبرى حبينا ننزل على الطريق لنسال الناس اذا بحال ربحوا الجائزه الكبرى شو ممكن يعملوا؟ إذا ربحت اللوتو شو بتعملي؟ ماشي طير لوين؟ والله غدك حطهم بالبنك بعمل شيء طير هالشعب كله من هون الله يسامحني ويسامحك ماني عايزها بوهبوا للفقراء كلها فل بركض للبزنس اكثر لانه المصاري اللي راح اربحهم اذا بدي اتفرج عليهم راح يخلصوا يعني. انا بصرف كل اللي راح اربحهم حرق عالم. خلينا نربحها قبل نتجوز. بروح على شي بلد اوروبي بقعد فيه بعطيك اياها كده. نيكول شفنا بدايه الحلقه لما بعتي ورق اللوتو ويا نصيب، معقول اذا في شي ورقه رابحه بيناتهم شو بتعملي؟ لا بعمل قصه منها. ايه؟ بعمل منها شغله يعني انه بعلق عليها ما بخليها تمرق مرور الكرام لانه بيكون حظ وبيكون شيء كثير حلو. لما اصلا اخذت 3 ورق او وحده ما بعرف اذا ربحوا او لا، تخيل معقول يكونوا ربحانين. عادة لا اللي بيبيع بيطلع له حصه، عادة بيطلع له مثل كوميسيون او شيء اذا ربحوا. ما انا بالغلط بقي معي 10000 يعني انا بعت ب 50000 عم بفتح بالجينز لقيت في 10000 وكوين 500 بهيدا الجينز ولا الثاني؟ لا بالثاني. بالثاني لكن نرجع نروح على البيت بعد عندنا 10500 ليره. محمد الجوائز الفنيه ما بتهمك؟ ربحت جائزه انت بمهرجان القاهره للدولي المسرح التجريبي. ما بتعني لك كثير الجوائز الفنيه؟ لا ازاي، دي مهمه جدا. مهمه يعني خصوصا لو في واحد في اول مشواره ده بيبقى حافز يعني. هيدي شو محمد بمسرحيه انا هاملت؟ مسرحيه انا هاملت كنت عامل دور هاملت، كنا عاملينها برؤيه مصريه، يعني كان مزج ما بين اللغه العربيه واللهجه العاميه المصري وما بين الزمن بتاع شكسبير بتاع زمان والزمن الحالي المعاصر. والحمد لله خدت احسن ممثل فيها على 45 دوله اجنبيه ولجنه تحكيم 11 واحد اجنبي. فكانت بالنسبه لي حاجه مهمه ان ابدا حياتي بجائزه دوليه في المسرح، ده كان شيء مهم جدا. يعني بيرس وسمعه وشو بينزاد وهاملت كمان كلهم صرت عم تلعبون هول الادوار؟ يا رب هاملت ان شاء الله. يلا كل التوفيق لك. زينب شعور يمكن غلطيني وقولي لي غلط، ليش زينب عم بحس يوم بعد يوم عم بخف الكوميدي عندها؟ مش هلا ولا لا؟ عم بخف الكوميدي؟ يعني مش الكوميدي انه انت ما عم بتكوني، بالعكس انت على طول بنعرف زينب بتكون، بس الادوار او شيء عم تروحي على غير اتجاه؟ شعوري بمحله وعم فكر مضبوط؟ بالتلفزيون انا ما غيرت، انا بس بشتغل ببرنامج واحد وبسمة وطن، صار لي حاليا يعني بكون طبقت 9 سنين، بس ان بارلل دائما انا مشغوله بغير مطرح، عندي جمعيتي اللي بعطيها كثير وقت، بشتغل مع ناس بالعلاج بالدراما، يعني هون بلاقي حالي كثير، ما معناتها ما بلاقي حالي بالتلفزيون، بس انه هالقد الشق منعطى، ولما عملنا بلا مزح مع ال LBC كمان هذيك السنه، فانه دائما في هذا الاكيليبر بين الاثنين. لازم تلاقي حالك بالكوميدي؟ كوميديا ايه بحب العب كوميدي، وبس الكوميدي كتير حساس، يعني المفروض يكون سكريبت كتير صح لحتى يكون، لحتى ما اطلع كيف بدي اقول لك، ما اطلع فيك، ما اطلع فالسكريبت اهم شيء، لازم يكون سكريبت حلو وبعدين ناخذ الدور، وبعدين لازم يكون كمان المخرج بيفهم كوميدي. اكيد طبعا. بعد الاعلان رح نستقبل نحن وياكم ضيف صوته حلو، حضوره مميز، وعنده قصه صغيره مع المرايه. هلا بنشوف بعد الاعلان باحلى جلسه، خليكم معنا.